بمشاركة 180 دولة وأكثر من 10,000 عارض، تشارك مصر بصفتها الشريك الثقافي في بورصة السياحة ببرلين في دورتها ال50، والتي تعد أكبر معرض سياحي على مستوى العالم. تشارك مصر بوفد سياحي رفيع المستوى يترأسه وزير السياحة المصري هشام زعزوع، الذي علق على قرار شركة توماس كوك حول تمديد إلغاء الحجوزات لشرم الشيخ بقوله: السوق الانجليزي للاسف في الوقت الحالي متاثر جدا بقرار الحظر تحديدا لشرم الشيخ. هذه الشركات في النهايه بتشتغل باسلوب تجاري، فانا متفاهم انه ممكن القرار ده يكون اسسه تجاريه بحته، نتيجه انه الحظر لغايه اللحظه اللي بكلم حضرتك عليها البريطاني لم يرفع بعد. لو حصل تغير في الموقف السياسي وتم رفع الحظر ممكن ندخل في مباشره في ديالوج، خاصه ان في بعض الشركات لازال بتراهن على انه الكلام ده هيحصل، زي توي وهي بنفس حجم بل اكبر من توماس كوك في هذا المجال. الملف الأمني تصدر جدول أعمال بورصة السياحة ببرلين. بعد بكرة إن شاء الله وصول الوفد الأمني اللي هو آخر إجراء. أحد مدراء الأمن في شركة طيران ألمانية قال لي بصراحة إن الإجراءات اللي عندكم مش هقول تتساوى بمطار فرانكفورت، لا أنتوا بدأتوا فعلا الإجراءات تبقى أعلى من اللي موجود في مطار فرانكفورت، وده إحنا نتمناه. نحن نرحب بمثل هذه الوفود، نرحب بيهم تماما، واحنا بنقول ان احنا جاهزين والمطار جاهز والكرة في ملعبهم حاليا. اهلا وسهلا بيهم واهلا وسهلا بعودة السياحة الألمانية، شعب راقي ومحترم واحنا لنا بنكن له كل تقدير وكل حب. وقد عقدت لقاءات هامة في وزارة الخارجية الألمانية على هامش بورصة السياحة ببرلين. كان في لقاء مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية، وحضر معه مدير إدارة الأزمات وإدارة شؤون الشرق الأوسط وإدارة الطيران المدني في وزارة الخارجية، واستمعوا لشرح مفصل من السيدين المحافظين عن الترتيبات الأمنية اللي على الأرض. النهارده هيعملوا لقاء مع وزير النقل، وبكرة عاملين لقاء مع وزير الداخلية. وقد تم تنظيم حملة دعائية عن مصر على واجهات المعرض والميادين الرئيسية، فضلا عن العروض الفنية والفعاليات بهدف الترويج للسياحة إلى مصر. هذا وقد بلغ تعداد السائحين الألمان الوافدين على مصر خلال العام المنصرم ما يربو على 1,000,000 سائح، وسط توقعات بتخطي حاجز 1,000,000 سائح خلال العام الجاري. وتظل مصر بتنوع مصادرها السياحية قبلة السائحين الألمان من مختلف دول العالم. إيمان البكري، التلفزيون المصري، برلين. هذا وقد بلغ تعداد السائحين الألمان الوافدين على مصر خلال العام المنصرم ما يربو على 1,000,000 سائح، وسط توقعات بتخطي حاجز 1,000,000 سائح خلال العام الجاري. وتظل مصر بتنوع مصادرها السياحية قبلة السائحين الألمان من مختلف دول العالم. إيمان البكري، قناة النيل، برلين.